اهلا بكم متابعينا في فيديو جديد ووصفه جديده. تابعوا معايا الفيديو النهارده، شوفوا معايا الوصفه الاخر. النهارده هنحضر مع بعض عجينه الاكلير او عجينه الشو بطريقه بسيطه وسهله. تابعوا معايا الفيديو وشوفوا معايا الوصفه، ان شاء الله تعجبكم. هنقول بسم الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. انا هحط معلقتين كده من السمنه او الزبده كبار. هحط معايا كده كوبايه من الميه، والكوبايه دي انا معايره بيها الدقيق، انا معايره بيها كوبايتين من الدقيق بنفس الكوبايه، فمكانها كده حطيت ميه. يبقى هنا معايا كوبايتين من الدقيق ومعايا كوبايه ميه بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها. حطيت معلقتين سمنه كبار او زبده على النار بالشكل ده. بفتح عليهم النار واسيبهم يغلوا معايا الاول. هضيف عليهم رشه من الملح بسيطه كده، بصوا اهي رشه بسيطه من الملح. معلقه صغيره من السكر. هسيب معايا بقى تغلي كده الزبده مع الملح مع السكر مع كوبايتين الميه. يبقى معلقتين من الزبده او السمنه، عليهم كوبايتين من كوبايه واحده من الميه، كوبايه واحده من الميه، معلقتين من الزبده او السمنه، رشه من الملح، معلقه صغيره من السكر. هسيب الكلام ده كله على النار يغلي معايا. هنا حضرت كوبايتين من الدقيق، وهحتاج معايا 5 بيضات. انا بفتح كده البيض في بوله بره. هقلب كده لحد ما الميه تغلي معايا، واول ما تغلي هنزل بالدقيق وهسويه في الميه دي. دلوقتي كده معايا الميه غليت، هنزل بيه الدقيق واقلب لحد ما الدقيق يبتدي يلم معايا. الخطوه دي هعملها كده لحد ما الدقيق يلم معايا خالص كله. ويتشرب السمنه ويتشرب الميه اللي محطوطه. بصوا هيبقى كله كتله واحده معايا. لميت انا كده، بصوا خلاص العجينه انا زودت لها نص كوبايه ميه كمان، يبقى حطينا كوبايه ونص من الميه، معلقتين من الزبده كبار او سمنه، ممكن تحطي زيت ربع فنجان لو ما عندكيش سمنه. يغلوا على النار مع رشه من الملح، معلقه صغيره من السكر. بعد كده نزلنا بكوبايتين الدقيق، لميتهم بالشكل ده. ودلوقتي هطفي عليهم النار واسيبهم لحد ما يبردوا ونكمل مع بعض باقي الوصفه. عجينه عجينه الاكلير جاهزه معايا. سبتها كده لحد ما هدت شويه وبردت، ما تبقاش سخنه قوي، يعني يا دوبك تبقى دافيه كده. امسكها بايدي عشان البيض ما يستويش معايا. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل عليها بالبيض اللي موجود. انا معايا هنا كده 5 بيضات، هنزل بيهم وابتدي اقلب لحد ما تربط معايا. احط واحده واحده، وفي الاخر هضيف عليهم الفانيليا. هقلب بقى كده اول واحده معايا، وبعد كده هرجع احط الاربعه الباقيين بالدور كده لحد ما العجينه تفك معايا خالص وتبقى سهله معايا انها تتشكل. نزلت كده باول واحده،
هي هتكتل معاكي كده وهترجع تفك، ما تقلقوش من الخطوه دي. هنزل كده بباقي البيض اللي موجود. هقلبهم واضيف عليهم الفانيليا. معايا انا معايا هنا 3 باكو من الفانيليا او 4 على حسب البيض اللي هتضيفيه. احنا حاطين 5 بيضات، ممكن نحط لحد 5 اكياس من الفانيليا. خلاص كده هقلب كله مع بعضه كده كويس لحد ما تلم معايا كويس العجينه وتتشرب البيض اللي احنا حطيناه. هنزل كده بالفانيليا. معلقه صغيره خالص من الخل، انا هحط كده الغطا بتاع الخل وهقلب بقى كله مع بعضه. الصينيه كده مدهونه بالزيت مع الاكلير. خلاص انا جهزته معايا، وهجيب معايا كده قمع كريمه وكيس وهبتدي احطه ونشكله مع بعض. بصوا كده شكل العجينه بتاعت الاكلير اهي، احطها في كيس ونبتدي نشكلها مع بعض. دلوقتي كده حطيتها في القمع وهبتدي اشكل بقى واحده واحده كده، طبعا على الحجم اللي انتوا حابينه، واسيب بينهم مسافه. دلوقتي كده انا هسيبها هنا ترتاح شويه، وبعد كده ادخلها الفرن على درجه حراره 180 الاول نص ساعه، وبعد كده اعملها على حراره 160 نص ساعه كمان. هتقعد معايا ساعه وتبقى جاهزه اني اقدمها ونحشيها مع بعض. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه النهارده لطريقه عمل عجينه الاكلير او عجينه الشو. حضرناها مع بعض بطريقه بسيطه وسهله. تابعونا وتابعوا الوصفات الجايه. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا انا لسه هعمل منها صينيتين كمان او 3 على حسب الكميه اللي معايا. هتطلع مني الكوبايتين دول، هنطلع كميه حلوه قوي كبيره باقل تكلفه بطعم حلو. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. عملت معاكم عجينه الاكلير في البيت بطريقه بسيطه وسهله ونتيجه حلوه. ان شاء الله تجربوها. ما تنسوش لايك وشير للفيديو، ولو عندكم اي استفسار اكتبوا كده في الكومنتات وهرد عليكم. ما تنسوش بقى تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وخلصت كده وصفة النهارده.